السلام عليكم يا برنس. وعليكم السلام يا سيدي، اتفضل. كنت عايز اسألك ايه هي اغلى نضارة في العالم يا برنس؟ عايز تعرف بكام؟ ب400,000. 400,000 جنيه؟ لا دولار. يا ابوي بسألك على اغلى نضارة تقول لي اغلى عربية؟ لا مش عربية، دي نضارة. اهلا بيكم وحلقة جديدة من معلومة عن البصريات. النهاردة هنحكي عن اغلى نضارة في العالم اللي هي ب400,000 دولار. عايز تعرف ليه؟ يلا بينا. طب دلوقتي انا عايز افهم حاجة مهمة. ايه اللي يخلي نضارة ب400,000 دولار؟ يعني لو كان ذهب ولا الماظ ماشي، انما تقول لي نضارة ب400,000 دولار؟ ما تقول لي يا برنس، فهمني الفلوس دي هتروح فين؟ النضارة دي من شبار بالتعاون مع دريجو فيجن، اتصممت كمان كقطعة فاخرة جدا، مش مجرد نضارة شمس وخلاص. هي ايه يعني قطعة فاخرة دي؟ يعني المواد والتصميم والحرفية والندرة جزء اساسي من قيمتها. طب وفيها ايه؟ الاطار مصنوع من ذهب عيار 24. ايوه يعني الدهب ده لو بعناه يجيب كام يعني؟ انت عايز تشتري النضارة ولا تفككها وتبيعها؟ وفيها حوالي 51 ماسة بإجمالي 4 قراريط من الألماس. 51! دي شبكة عروسة دي ولا نضارة يا برنس؟ ركز معايا، أنا مركز معاك أهو. خبرش أنت بتشتغلنا ولا بتتكلم صح؟ دي فعلا أغلى نضارة في العالم. ده فعلا سعر أغلى نضارة في العالم. طب استنى بقى عشان عندي سؤال مهم جوي. إيه يا سيدي؟ اتفضل. هل دي أغلى نضارة يعني بتحمي من الشمس 400,000 مرة قد التانيين؟ الحقيقة لأ. أهو والله كنت حاسس. يعني الشمس لما تشوفني لابسها تقول ده دافع 400,000 دولار، أخف عليه شوية. الشمس ما بتقراش الفاتورة يا هريدي. يعني أنا دلوقتي يا برنس لو جبت نضارة ب1000 جنيه وجبت النضارة ام 400,000 دولار دي، مين فيهم هيحمي عيني؟ ولا الاتنين في الحماية زي بعض؟ ممكن جدا طبعا. والله انا خايف يا برنسي لو اشتريت نضارة زي دي البسها وامشي بيها في الشارع هيقبضوا عليا. لا ما تخافش، ركز معايا. يبقى 400,000 دول مش تمن الحماية، لان السعر هنا ما بيتحددش على حسب القوة البصرية. انت بتدفع في الذهب والالماظ والتصميم والندرة والاسم. انا كنت فاكر يعني لما النضارة سعرها يغلى الشمس تختشي منها.